خرج للطبيعة تتحول حياة 4 ديال البنات إلى جحيم. من أخطر القصص اللي غادي تسمعوا وأكثرها عبرة. تتقول القصة: أنا حليمة، من بعد ما كنت أنا المدللة في دارنا ومن الأوائل في المدرسة ديالي، وليت أم عازبة وتنخدم سرباية في القهاوي. والسبب هو أنني فكرت واحد النهار نخرج للطبيعة أنا وصحاباتي، نديو الكاسكروت ديالنا ونخرجوا شي عشية نفوجوا على روسنا. وكان هذاك النهار نهار ديال الحد. عادة السبت والحد هذيك البلاصة تتكون عامرة بالعائلات. هذاك النهار مشينا ما لقينا حتى شي واحد، جلسنا وقلنا دابا يجيو الناس. وحده في البنات تزيرات بغات الطواليت، مشيت معها انا تما لواحد الدار خاليه. قلنا للبنات بقاو نتوما هنايا في البلاصه حدا الكاسكروط وحدا الماعن ديالنا حتى نجيو حنا، ولا بغيتو تمشيو نتوما سيروا. مشيت انا وياها دخلنا لهذيك الدار. هذيك الدار في الاول بان لينا بان كان شي واحد جالس فيها الطفيات ديال الكارو وفيها شي جورات محطوطين، يعني كان شي واحد جالس في هذيك البلاصه. ولكن حنا ما دينا ما جبنا، مادام هي دار خاليه وكاينه غير في الخلا، قلنا راه اي واحد ممكن يدخل ويخرج بحال كيما دخلنا حنايا، حتى حنا نقضيو فيها غرض وغادي نخرجوا. واحد شويه كنسمع شي صوت ديال شي حد تيتحرك في البيت الاخر. قلت لصاحبتي راه كاين شي حد هنا. قالت لي لا، راه غير شيرطير هذاك، الدار خاليه واصلا اليوم شفت شي واحد ما جا لهنا. قلت لها راه سمعت شي صوت ديال شي حاجه كتخرشش. قالت لي راه غير باكياد كلينكس اللي في يديا واقيله. انا الصوت اللي سمعت ديال شي واحد كيتمشى غير بشويه، وهذيك الدار عامره بالحجر، دار خاليه فيها التراب وفيها الحجر، الا كتمشي فوق من الحجر كيعطي واحد الصوت. هي قنعتني، قالت لي راه ما كاين حتى شي واحد. مهم تسنيتها حتى سالات، بغينا نخرجوا تنسمع تاني نفس الصوت. شديت فيها هاد الخطره انا متاكده انني سمعت شي صوت. قلت لها يلاه نخرجوا في حالنا دغيا، راه كاين شي حد هنايا. باقي ما كملتهاش تنسمعوا الحجره جات في الحيط تشاخ